سلام 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 البنات ومرحبا بكم فيديو جديد على قناتي يوميات مايا في المطبخ ديزل. اليوم كما جرت العاده غنرجع لكم بواحد الوصفه اللي هي كريات الثلج، اللي هي حلوه تاع كريات الثلج بذوق الليمون بطريقه جد بسيطه. يلا نقولوا بسم الله ونبداو الوصفه تاعنا. نجيبوا البسينه ونديروا عليها صفار حبه تاع البيض، نديرو هنا مغرف كبيرة تاع السكر الناعم، مغرف كبيرة كافية جدا اللي هو سكر كلاص. هنا عندنا كاس معمر مليح، الكاس المعتمد، كاس زيت، كاس. وصفة سهلة، ما تنسوش هنا الاشتراك في قناتي، تفعيل الجرس دائما ليصلكم كل ما هو جديد. وندير هنا مغرف كبيرة تاع الزبدة ولا مارغرين. شوفوا معايا مغرف كبيرة تاع الزبدة. دائما كما نقول لكم الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه، البيض بدرجه حراره الغرفه، كاع المكونات اللي نستعملوها في الحلوى تكون بدرجه حراره الغرفه للحصول على نتيجه افضل. عندنا هنا مغرف كبيره تاع المايزينا اللي هي نشاء الذره، مغرف فقط. هنا نستعملوا الفوي، نخلطو مليح. ما ننسوش هنا قرصه تاع الملح لتعديل الذوق، ها الملح. ومغرف صغيره تاع خميره الحلويات، نديرو 2 حبات تاع الليم. بعد ما درت داك العصير تاع الليمون وخميره الحلويات ودرت الفرينه، هنا دائما نعاودها ونقولها نخلطو برك بالاصابع اليدين، ما نعجنوهاش باش ما تجيناش الحلوى تاعنا يابسه ومعلكه. يلا نخلطو مليح. لخصنا الفرينه نزيدو العجينه تكون طريه ما تكونش يابسه. هذا هو القوام تاع العجينه، لازم العجينه تاعي تكون طريه ما تكونش يابسه. بعد ما جبت الصني تاعي درت عليه كميه تاع الفرينه. هاد الحلوى ما تدخلش الفرن سخون، خاطرش راها بالزيت، الزيت راه زياده بزاف على الزبده او المارغرين. هنا الا شعلنا الكوشه تاعنا لاقصى درجه ودخلنا الحلوى تاعنا تجي يابسه وما طيبناش من الاخر. من الافضل الفرن ما يكونش كاع شاعل. تندخل الحلوى تاعي نشعل الفرن وخليها طيب في خاطرها وتشوفوها معانا وهي سخونه. العفو، وهي سخونه الحلوى تاعنا نرمدوها في السكر كلاص باش يلصق فيها. هنا الكويرات الوزن تاعهم عندك ميزان، كما انا عندي ميزان ما غاديش نوزن به عادي مباشره، عيني ميزاني. تقدري تروحي من 30 ل 35، 30 35 فقط، ما تكبريهاش الحلوى خاطرش حنا دايرين فيها خميره الحلويات. شوفوا معايا ندي كميه تاع العجينه، عيني ميزاني كما قلت لكم. هذه الوصفه سهله اقتصاديه، جربوها للعيد. مقادير بسيطه، السكر في العجينه ما كترناش، درنا غير مغرف خاطرش انني داير حسابي غادي نرمضها في السكر بلاص باش ما تجيناش حلوه، نتفادوا اي حاجه تجينا حلوه. شوفوا معايا حلوه ما تشقت لي ما والو، يعني الوصفه انا تاعي اللي مديتها لكم ناجحه 100%. ها البنات، هذا هو الشكل النهائي تاع الحلوى تاعي لنهار اليوم بذوق الليمون، اللي هي حلوة الكريات الثلج بذوق الليمون. الذوق في الفم رائعة. أنا بعد ما خرجت لي من الفرن درتها في السكر كلاص اللي هو السكر الناعم، من بعد رشيت عليها تاني السكر من الفوق وزينتها بالكرز. وهنا تزيين اختياري. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، وإلى اللقاء مع وصفات أخرى بإذن الله تعالى. السلام عليكم.